ايه هي عادات وتقاليد الجواز في كازاخستان؟ وايه هي شروط الجواز في كازاخستان؟ وايه هي انواع الجواز الموجودة في كازاخستان؟ وازاي تتجوز بنت كازاخستانية؟ او ايه هي الطريقة المناسبة ان انت تتجوز بنت كازاخستانية؟ ده كل اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، فخليكم معايا وتابعوني. Кровь заставляет нас видеть красоту. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة من داخل كازاخستان. كتير من الأسئلة سألتها إزاي أتجوز واحدة كازاخستانية، وإيه هي عادات وتقاليد الجواز الموجودة في كازاخستان. وكتير من الأسئلة سألتها طب إيه هي شروط الجواز الموجودة في كازاخستان. في حلقة النهاردة هرد على كل الأسئلة دي. أول حاجة خلينا أتكلم عليها إيه هي عادات وتقاليد الجواز الموجودة في كازاخستان، وكمان ايه هي انواع الجواز الموجودة في كازاخستان. بالنسبة للأفراح في كازاخستان فهي على أعلى مستوى، هتلاقيها بتشبه كتير الأفراح في مصر. هتلاقي معظم الأفراح بتتعمل في قاعات بحضور الأهل والأصدقاء. وكمان هتلاقي العريس بيلبس الدبل في القاعة زيها زي الدول العربية. بالنسبة للجواز في كازاخستان ففي نوعين من الجواز، في جواز مدني في مكتب خاص للجواز المدني، وفي جواز بيبقى في الجامع، ده عن طريق مأذون بحضور الأهل والأصدقاء. من ضمن عادات وتقاليد الزواج في كازاخستان العريس والعروسة بيأكلوا بعض التورتة، والعادة دي هتلاقيها زي عادات الزواج عندنا في الأفراح في مصر. من ضمن عادات الزواج في كازاخستان وهو فقرة للعريس والعروسة بيرقصوا على موسيقى هادية قدام الأهل والأصدقاء، والعادة دي هتلاقيها زي عادات الزواج عندنا في بالنسبة لشروط الزواج من كازاخستانية، أول حاجة وأهم حاجة لازم ما تكونش متجوز. يعني ما ينفعش تكون انت متجوز وتروح تطلب بنت كازاخستانية او انت تروح تتجوز واحدة كازاخستانية، ما بينفعش. لازم تكون ان انت اعزب، يعني مش متزوج. كازاخستان من ضمن الشروط بتاعتها بتطلب اثبات من بلدك بيفيد انك انت مش متجوز في الوقت الحالي. طيب عشان تتجوز من كازاخستانية أول حاجة لازم تكون في سابق معرفة ما بينك وما بينها، يعني لازم تكون عارفاك مثلا عن طريق عمل مشترك ما بينكم، شغالين مع بعض في منشأة معينة أو في مكان شغل معين، ففي سابق معرفة. أو ممكن تكون عن طريق أحد الأهل أو الأصدقاء، أو ممكن تكون عن طريق أحد مواقع الجواز على الإنترنت. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك معايا في القناة، ولو عندك أي سؤال أو استفسار أو حتى عندك اقتراح لأي حلقة جديدة من داخل كازاخستان يا ريت تسيبها لي في تعليق. شكرا لكم على المشاهدة، واتمنى لكم يوم سعيد من داخل كازاخستان.